لو حبيت تثبت نسبة خصم معينة على كل العملاء مرة واحدة، دي حاجة في الإكسل اللي اسمها Absolute Sale References. هتحدد فوق نسبة الخصم وتحدد الخلية اللي فيها المشتريات مثلا وتحدد الخلية اللي فيها نسبة الخصم. ومهم جدا تدوس على القيمة بتاعة الخصم وتدوس F4 علشان تبقى نسبة موحدة مش متغيرة، ودوس على انتر واسحب الخلية التانية، هتلاقي نسبة الخصم المحددة اتحسبت لوحدها. لو عايز تخلي الإكسل يكتب القيم اللي انت عايزها لوحده وتوفر وقت وجهد كبير، ودي حاجة في الإكسل اسمها الفلاش بيل. هديك مثال، عايزين الاكسل يضم الاسم الاول على الاسم الثاني لوحده بحركه واحده، بس لازم تتاكد ان الخاصيه دي منشطه في الاكسل عندك عن طريق فايل، اوبشنز، ادفانسد، اديتنج اوبشنز، تحتيها علم على اوتوماتيكلي فلاش فيل، واعمل الخليه الاولى وروح الخليه الثانيه ودوس كنترول وحرف الكليب بورد في الوورد مش حاجه عاديه كده. لو عندك الملف ده وعملت نسخ للسطر الاول والسطر الثاني والسطر الثالث، وعايز تلزق السطر الاول او الثاني مش الثالث زي ما هو متوقع، تحتهم هتلاقي الكليب بورد دي، اضغط على السهم الصغير ده هتفتح لك القائمه دي، اختار الرص اللي انت عايز تعمله رص في اي وقت وفي اي مكان. الوورد فيه امكانيات الاكسل كمان، ولو عندك جدول زي ده ممكن بسهوله تطبق معادلات الاكسل ابسط من الاكسل نفسه. علم على الخليه اللي عايز تعمل فيها معادله، هتلاقي فيه قائمه ظهرت فوق اسمها لي اوت، اضغط فورمولا هيظهر الصندوق ده. هو افتراضيا بيظهر معادله الجمع، لكن ممكن تغيرها من هنا باي معادله ثانيه. انت عارف ان ممكن تشتغل على نفس ملف الوورد في نفس الوقت مع ناس ثانيين شغالين معاك، بس احفظه على مايكروسوفت كلاود، وده مجاني يا جماعه عادي. ومن هنا invite people، تقدر تضيف اي حد عايزه يشتغل معاك في الملف ده، او تخليه يشوف التعديلات اللي انت عملتها في لحظتها. وفي امكانيات في الموضوع ده لا يمكن تتخيلها.